السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير دايما وسعادة. في الفيديو ده عملت كيكة الكاكاو والنسكافيه. عايزة اقولك من احلى كيكات اللي ممكن تعمليها، وعملتها كمان بجوز الهند. بص شكلها حلو ازاي من جوه، وكمان شكلها طري وطعمها حلو جدا. عايزة اقولك من احلى كيكات اللي ممكن تعمليها وتطلع معاكي ناجحة، وهتطلع طعمها حلو جدا. وبص طريقة ازاي. عايزة اقولك المكونات بتاعتها موجودة في البيت وسهلة جدا. ولأول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش في لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة سهلة جدا. اول حاجة معايا هنا كوبايتين وربع من الدقيق انا نخلتهم، ومعايا هنا كيس بيكنج باودر، طبعا كله بحرارة الغرفة. هحط كيس البيكنج باودر على الدقيق، على كوبايتين وربع من الدقيق، وهقلبهم وهسيبهم على جنب. في الوقت ده انا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، وبكون مشغله المروحه علشان المروحه بتوزع لي الحراره في الفرن. بعد كده بجهز معايا الخلاط، وبحط اول حاجه في الخلاط علشان اي زفاره بحط معلقه من الخل كبيره. انا في اي كيكه بحط معلقه من الخل الاول. بعد كده هنا حطيت 3 بيضات كبار، طبعا بدرجه حراره الغرفه. وبعد كده بحط هنا معلقتين كبار من الكاكاو. ده مش كاكاو خام، ممكن تحطي كاكاو خام. انا حاطه الكاكاو العادي. حطيت معلقه كمان 3 معالق كبار من الكاكاو علشان يدي لون، عشان الكاكاو ده مش كاكاو خام، كاكاو عادي. بعد كده حطيت نص معلقه من الزبده الصفراء، ممكن تحطي نص معلقه من السمنه، اي سمنه عندك. الزبده بتطري الكيكه وبتديها طعم حلو. بعد كده هحط هنا ربع كوبايه من الزيت، او يفضل يكون زيت الذره كريستال يعني. بعد كده هحط كوبايه الا ربع من السكر. بعد كده هحط هنا كوبايه كبيره من اللبن اللي هو العادي بدرجه حراره الغرفه، برضو مش دافي ولا ساقع. تكون كوبايه كبيره، كوبايه مج كبيره. بعد كده بحط هنا الفانيليا سايله. حطيت 4 نقط، ممكن تحطي الفانيليا البودر. بعد كده بحط معلقه نسكافيه كبيره، اي نوع نسكافيه. بعد كده بضربهم كلهم في الخلاط، بضربهم شويه بيبقى شكلهم بالشكل ده كده. بحط بعد كده هنا معلقتين كبار من جوز الهند، وبحط معلقه كبيره من السوداني. السوداني ده اختياري، لو عندك حطيه، بيدي طعم حلو جدا في الكيكه، تبقى طعمها عامل زي التورته كده اللي فيها سوداني. وهضرب كل المكونات دي ضربه واحده كده. بعد كده بحطهم على الدقيق اللي انا سبته على جنب من شويه. مش بضربهم قوي يعني، مش بنعم السوداني والجوز الهند عشان يبقوا باينين في الكيكه لما اجي اكلها. بنعمهمش قوي يعني، هما ضربتين كده في الخلاط بس كده. بعد كده حطيت المكونات كلها مع الدقيق اللي انا ضربتهم في الخلاط، وبقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه حبيبات في الكيكه. وبتطلع معايا الخليط بتاع الكيكه وسط، مش تقيل قوي ومش خفيف، عشان تطلع معاكي الكيكه مظبوطه. ما تخليش القوام بتاع الكيكه تقيل قوي وبرده مش خفيف. ومعايا هنا صينيه مقاس 26، دهنها زيت. وطبعا زي ما قلت لكم انا مشغله الفرن من قبلها. هحط هنا خليط الكيك اللي انا عملته بعد ما قلبته كويس. وبعد كده احطه في الفرن على درجه حراره 180، واشغل المروحه ساعه الا ربع. بعد كده بجهز الصوص اللي هحطه فوق الكيكه، وهديها طعم حلو وشكل جميل. معايا هنا 3 معالق كبار من السكر، هسيبهم على النار من غير ميه ولا اي حاجه لحد ما يتكرملوا بالشكل ده ويدوني اللون الذهبي ده. بعد كده بضيف بقى المكونات اللي هعمل بيها الصوص ده. معايا هنا معلقه
معلقة كبيرة من الكاكاو، ومعلقة صغيرة من النسكافيه، ومعلقة زبدة. هحطهم على السكر وهقلبهم. طبعا السكر معايا هنا سبته يبرد شوية، يعني 5 دقايق ولا حاجة، علشان السكر سخن جدا. بس كده. بعد كده علشان اخفف الصوص، هحط بقى نص ربع كوباية من المية، ربع كوباية من المية، وهحط 3 نقط من الفانيليا او كيس فانيليا، وهسيبهم على النار. انا زودت شوية مية كمان، يعني نص كوباية مية كده، علشان الكراميل اللي معايا يفك، وهسيبهم على النار لحد ما يتقلوا. ودلوقتي خلاص الكراميل بقى معايا بالشكل ده كده، والسكر معايا فك وبقى معايا خليط تقيل بالشكل ده كده. هسيبهم على جنب لحد ما يبردوا، وبعد كده هطلع الكيكه. وده شكل الكيكه بعد ما طلعتها. عايزه اقولك طلعت طريه وجميله جدا. وبصي هي فاصله عن الصينيه، يعني ممكن تقلبيها. ودلوقتي بقى هجيب الصوص اللي انا عملته، حطيته في كيس وخرمت الكيس خرم صغير. بعد كده هزين الكيكه بتاعتي، بس لما سبت الكيكه بردت، مش بنزينها وهي سخنه، علشان لو هي سخنه الصوص بتاعي ده هيسيح. وبحط كده باي طريقه انت عايزاها، تطلع معايا بالشكل ده كده. بعد كده بقى بقطعها واحطها في التلاجة. عايزه اقولك الصوص ده مدي طعم حلو جدا للكيكه. وكمان لو انت عايزاها اطرى، ممكن برضو تزودي صوص كمان. وده شكل الكيكه بعد ما حطيت الصوص وقطعتها بالشكل ده. جربي طريقه الكيكه دي جميله جدا. وجوز الهند بيفرق برضو في الطعم والسوداني طبعا زي ما قلتلك. السوداني برضو مش اساسي، لو عندك، لو مش عندك مش مهم. وده شكل الكيكه اهو، طريقتها سهله. جربوها وقوليلي طلعت معاكم عامله ازاي. يا رب تكون الكيكه دي عجبتكم. ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه. بشكركم جميعا ومع السلامه.